الفيديو ده لأي بنت بتقعد على مواقع التواصل الاجتماعي أو بتكلم حد أو ناس ما تعرفهمش. قصتنا النهاردة غريبة جدا، يمكن مش هتخطر على بال حد خالص. بنت من إحدى المحافظات، لسه يدوب عندها 23 سنة و 24 سنة. جت حست إن هي متضايقة جدا وحاسة إن في حياتها مشاكل على حسب كلامها اللي حكيتهولي. فبتقول ان هي عندها مشاكل وعندها حوارات وحاسه ان حياتها كلها واقفه، وحتى ما في مشاكل في ان هي تتجوز ومصايب بتحصل لها في البيت. فالمهم بطريقه ما اتعرفت على حد على تيك توك، هو بيقول ان هو شيخ. فالراجل ده، او مش هنقول راجل لان مش هينفع مصطلح راجل، ولكن هو ده اللي حصل. الشخص ده يعني جه قال لها انا ممكن اعالجك وعندي الحل. وبالفعل البنت تواصلت معاه، وبعد كده اتكلمت. لقت في واحدة بتكلمها في الأول خالص، لقت في واحدة بتكلمها على أساس إن هي واحدة مجرباه وعارفاه وحللها مشاكلها. بعد كده راحت مشيره له الرقم بتاع الشيخ ده اللي هو أصلا نفس الشخص ولكن عامل أكاونت بنت. بعد كده بدأ يتواصل معاها وأقنعها إنها تتصور له ملط عريانة في الفيديو كول علشان يقدر إن هو يعالجها من المس أو السحر اللي هي فيه، اللي هو أصلا ما عندهاش حاجة، ولكن هو أوهمها إنها عندها مس أو عندها سحر. وبدأ بعد كده إن هو يبتزها. طبعا تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ووجهتها إن هي تعمل محضر في مباحث الإنترنت في مديرية الأمن اللي هي تابعة ليها في المحافظة اللي هي تبعها. ولكن الفيديو ده انا عامله بالتحديد علشان كل واحد او واحده ياخد او تاخد بالها وهي بتتعامل مع مين على مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي مش بيتكم ولا الصاله بتاعت بيتكم ولا حد من قرايبكم، انت ما تضمنش اي حد. فبالتالي اي حد بيتعامل مع اي حد على السوشيال ميديا، تيك توك، فيسبوك، واتساب، انستجرام، اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، يخلي باله خصوصا البنات، لان قصص الابتزاز اقسم بالله دايره بشكل مرعب وبقصص وروايات وسيناريوهات مختلفه. فبالتالي كل واحد يخلي باله من نفسه. دي نصيحتي ليكم، يا ريت نخلي بالنا من نفسنا ونشوف احنا بنكلم مين وبنتعامل مع مين. فولو لايك واستنوني في معلومه قانونيه جديده.